مساء الفل والياسمين على اجمل متابعين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم ساندوتش بسيط جدا بمكونات سهله جدا وموجوده عندنا في التلاجة. اول حاجه عندي تونه ومايونيز وجزر مبشور وفلفل الوان وبصلايه وليمون وكمون وملح وخل. المكونات سهله جدا. انا صفيت التونه كويس جدا من الزيت علشان ما تبهدلش الساندوتش، ما تخلوش يبوظ. وانا بستعمل يا جماعه عافيه حلوه قوي، قطع، ما بحبش المفتفته. ممكن تجيبي ده او ده على بعض. حطيت عليها معلقه كبيره من المايونيز ومعلقه صغيره من الخل، هتديها مزازه حلوه جدا. وهحط عليها الخضار، الجزر المبشور والفلفل الالوان. لو عندك ذره صفرا هتبقى حلوه جدا، كابوتشا حلوه قوي. انا بس قضيت باللي موجود عندي في التلاجة. الجزر والفلفل طبعا كلنا عندنا جزر وفلفل في التلاجة. وهحط عليها الفلفل الالوان، لو عندك فلفل احمر هيبقى حلو قوي. يلا يا جماعه بقى اشتركوا عندي في القناه واعملوا لي لايك وكومنت حلو منكم وشيروا الفيديوهات. شيروني كده، انتم مقصرين معايا قوي على فكرة. نكمل بقى بقية الوصفة. انا حطيت الملح والكمون، حطيت حبة صغيرين جدا وليمون، وهظبط الحدق بتاعها. الخل والليمون اداها مزازة كده حلوة قوي، وهبتدي اقلب كل ده مع بعضه. انا ما حطيتش البصل دلوقتي علشان هحط جزء ببصل وجزء من غير بصل. انا بحب البصل لكن احمد ما بيحبش البصل. وزودت لها شوية جزر ومعلقة برضو بسيطة، معلقة صغيرة مايونيز. انا قلبتها كويس جدا وظبطت الحدق بتاعها. هبتدي بقى ان انا اهندم كده الطبق علشان شكله بايظ خالص. ههندمه كده برضو، لازم الطبق يبقى شكله حلو. جبت بقى عيش فينو. انت ممكن تعمليها تاكليها بالمكرونه مسلوقه فقط، مكرونه مسلوقه بس بيضه كده، معلش اي حاجه، تبقى طعمها حلو قوي. انا كان عندي فينو دوت معمول بالرده والشوفان، دوت بيبقى حلو قوي برضو. هبتدي بقى ان انا احط بقى في العيش. هي الاكله دي تنفع للدايت خالص، وكمان مشبعه جدا. والله انا اكلت العيش ده كمان بيشبع جدا. وممكن تاكليها بعيش ابيض او بلدي عادي برضو. ده طريقه الاكل بقى دي اذواق، بس انا بقولك افكار واللي انت عايزاه اعمليه. انا مش عارفه شكل الرغيف ده كان شكله غريب قوي، تحس اللي هو رغيف بكرش. بجد كان شكله غريب قوي. بس هناكله يعني، ما نعمل فيه ايه. يلا رغيف بكرش. بالله عليكم ما تبخلوش عليا بقى بالشير والاشتراك ويفعلوا جزر الجرس وكومنت حلو عشان تشجعوني ان انا انزلكم فيديوهات. التفاعل بجد مفيش خالص، ميت. كملت بقى بقية الكمية. قطعت بصلاية كده حمرا، قطعتها كده كده صغيرة، وهحط عليها بقى بواقي الجزر، بتديها برضو قيمة وطعم حلو قوي. انا بحب الخضار زيادة في الاكل، والخضار مفيد. هبتدي بقى اعمل السندوتشين التانيين، وكده هتكون وصفتنا خلصت. كان عندي برضو كيس شيبسي، ممكن تحمري جنبيها بطاطس، بس انا كسلت الصراحه وما حبيتش اعمل بطاطس، فحطيت جنبيها كده ايه طبق شيبسي. رحت بقى فتحت درج السعاده وخدت منه كيس شيبسي. مين عنده درج زي ده؟ انا عامله كده درج مخصص كده في المطبخ، حاطه فيه بسكوت وشيبسي وحاجات.